ازاي تحول مرتبك لمصدر دخل سلبي باسيف انكم؟ عمرك فكرت ان مرتبك نفسه ممكن يبقى بيشتغل مكانك؟ يعني انت نايم بالليل كده او قاعد بتتفرج على ماتش كوره او خارج مع اصحابك، فلوسك تفضل تدخل فلوس بشكل منتظم من غير ما تربط نفسك بكرسي مكتب 8 او 10 ساعات كل يوم. الفكره دي بقت حلم لكتير من الناس النهارده، خصوصا في العصر الرقمي الديجيتال ايرا. بنشوف قصص ناس كتير قوي كسبت دخل وهي قاعده في البيت او حتى وهي في اجازتها. بس هل ده سحر؟ هل دي ضربه حظ؟ لا خالص. الموضوع ليه قواعد وليه خطوات وبيحتاج منك شغل في الاول عشان تجني الثمار بعدين. خلينا الاول نفهم يعني ايه دخل سلبي، ايه باسيف انكم. الدخل السلبي ده بيساوي فلوس بتيجي بانتظام من مشروع او استثمار من غير مجهود يومي. يعني لازم تبذل مجهود او فلوس او وقت في البدايه عشان تخلق اصل، تعمل اسد، وبعد كده الاصل ده يشتغل لوحده ويجيب لك فلوس. الفكره مش انك هتصحى تلاقي الملايين نزلت في حسابك النهارده، لا، انما الصح انك تشتغل شويه في الاول وتبني عليهم اصل، بعدها الاصل ده يفضل يجيب لك عائد باستمرار حتى بمجهود قليل جدا. ليه ده مهم؟ وليه مهم تدور على دخل سلبي؟ هتسالني ليه اوجع دماغي وانا مرتبي ممشي الحال؟ هقول لك مرتبك ده خط واحد من خطوط في حياتك، لو اتقطع لاي ظرف، استغنى من الشركه، ازمه اقتصاديه، مرض لا قدر الله، هتلاقي نفسك في خطر. وجود مصدر دخل سلبي شبكه امان يديك حريه وامان مالي اكتر، يخليك توفر وتستثمر اسرع وتحقق استقلال مالي بدل ما تفضل مربوط بالدوامه، شغل، مرتب، فواتير. بص عليها كده، مرتبك مش بس وسيله تعيش بيها، لكنه كمان البذره اللي ممكن تزرعها عشان تجيب لك شجره فلوس قدام. خليني احكي لك عن ناس ازاي قدروا يحولوا مرتبهم لاصول تدي دخل سلبي. المثال الاول احمد ابو زيد، صناعه المحتوى. احمد شاب بيشتغل وظيفه عاديه جدا من 9 ل 5، المرتب كان يدوب بيكفيه. لاحظ انه شاطر في الشرح والتدريس وحب ان هو يبقى بيشارك افكاره وقدر ان هو يبقى بيعمل بيها محتوى. قرر بدل ما يضيع وقته بالليل يدي ساعتين كل يوم يبقى بيعمل فيهم فيديوهات طويله وفيديوهات قصيره ويحطها على اليوتيوب، وبعد كده ابتدى يعمل منها شغل اكتر ويخصص فيها الدنيا اكتر. في الاول صرف من مرتبه، اشترى مايك، اشترى ترايبود، دفع اعلانات مموله بسيطه، ما كسبش حاجه اول شهر، لكن فضل مستمر، وبعد سنه وصل ل 1000 مشترك و4000 ساعه مشاهده وبدا يحقق ارباح من اليوتيوب. النهارده احمد وهو نايم فيديوهاته بيتفرج عليها ملايين الناس، ممكن يجيب له شهريا على الاقل 1000-2000 دولار. يمكن ده مش رقم كان يخليه ينبهر، لكن هو رقم بقى موجود وخلاه عنده دافع يفضل مكمل في شغله ويركز في هوايته. والاهم، القناه دي بقت ديجيتال اسيت، بقت اصل من الاصول الرقميه. عشان كده بشجعك جدا تبدا معايا. حد تاني زي منى موظفه كانت بتحب التصميم والاشغال اليدويه، قررت ان هي تبقى بتعمل كتاب الكتروني DIY، يعني حاجات تقدر تبقى بتعملها بنفسك او بايدك في البيت، وبعته بالفعل على امازون. هي في الاول صرفت من مرتبها شويه فلوس على التصميم، شويه فلوس على النشر. في الاول قلقت، لو ما حدش اشترى هعمل ايه؟ لكنها جربت. بعد كام شهر بدات المبيعات فجاه، وصحيت من النوم لقت اشعار من امازون: كونجراتيليشنز يو ميد ا سيل، انت عملتي اول مبيعه. الكتاب اللي اتعمل مره واحده بقى بيجيب دخل وهي نايمه. عندنا كمان حد زي شريف فايد، قدر ان هو يعمل كونتنت ومحتوى عن السفر، قدر يغامر ويسيب شغله ويتفرج لمحتوى السفر، وبقى يعمل فيديوهات من كل بلد. بنى قناه وبنى جمهور، والدخل بدا ان هو يبقى بيجي من الاعلانات ومن براندات سياحيه، وعايز حد يبقى بيتعاون معاه، فبقى بمجرد ما بيتكلم عن خدمه معينه بقى الناس نفسهم عايزين هم اللي يشتغلوا معاه. بقى عنده حريه ماليه، بقى بيكسب فلوس حتى وهو مسافر وبيتفسح على البحر. الاصول الرقميه زي الشجر، الاصول الرقميه هي قناه، كتاب، متجر، كورس، شجره. في البدايه محتاجه بذره تتزرع وتتسقي، وقت ومجهود وشويه فلوس، وبعد كده بعد فتره الشجره دي بتكبر وتطرح ثمر عباره عن دخل بشكل مستمر. كل ما تهتم بيها اكتر كل ما تطلع لك ثمار اكتر. وده بالظبط شبه العقار اللي بيتاجر، بس بدل ما تبقى بتحتاج لملايين الفلوس في الاول عشان تبقى بتجيب شقه تاجرها، انت بتبدا بالموبايل او بلابتوب او بمهاره صغيره وتبني اصل رقمي ودخل مستمر. ازاي وايه هي مراحل تحويل المرتب بتاعك لمصدر دخل سلبي؟ اول حاجه، اكتشف شغفك، اعرف ايه هي نقطه قوتك. اسال نفسك، انا شاطر في ايه؟ انا بحب ايه؟ وانا ممكن اطبخ، وانا بحب الكوره، وانا بحب البرمجه، بحب التصوير، التعليم. لازم تختار حاجه بتحبها عشان تقدر تستمر فيها. اعمل بحث في السوق، شوف الناس اللي في مجالك بيعملوا ايه، ازاي بيكسبوا، هل من اعلانات، هل من منتجات رقميه، هل من كورسات، هل من خدمات. شوف المنافسين، ميز نفسك بحاجه ناقصه عندهم. ثالث حاجه، ركز على فكره واحده. اكبر غلطه هي التشتت. ما تقولش هعمل قناه وكورس ومتجر مره واحده، لا، ابدا بحاجه صغيره تناسبك، قناه يوتيوب، صفحه انستجرام، كتاب PDF صغير. استثمر في نفسك من مرتبك، خصص جزء للتعليم، خد كورسات، اتفرج على يوتيوب، جرب بنفسك. المهارات بتساوي راس مال، مهاراتك هي راس مالك. التسويق كمان مهم، زي الفكره بتاعت ابني وجودك على السوشيال ميديا. شارك محتوى، اعمل تفاعل. لو عندك منتج رقمي اعمل اعلانات بسيطه. الجمهور هو اللي هيشيل مشروعك ده والله على كتاف. الصبر والاستمراريه هم المفتاح الذهبي للشغلانه دي. الدخل السلبي مش بيجي في اسبوع، ممكن تحتاج شهور.
او سنه عشان تشوف اول 100 جنيه، لكن مع الاستمراريه الاصل بيكبر والعائد بيتضاعف. عايز اشاركك بكورس شيفت ديجيتال في 15 يوم. يمكن دلوقتي انت متحمس بس محتار ازاي تبدا، عشان كده عملنا كورس مخصوص اسمه شيفت ديجيتال في 15 يوم. ايه اللي هتتعلمه في الكورس ده؟ تتعلم التصوير بالموبايل باحترافيه، تتعلم التسويق، تتعلم المونتاج، ازاي تبقى بتمنتج فيديوهات، ايه هي اساسيات التسويق اللي انت محتاجها عشان تبدا في عالم التسويق الرقمي، تعرف ايه هي الاستراتيجيات اللي توصل بيها لملايين المشاهدات. الكورس عملي وتطبيقي، يعني هتمسك موبايلك وتشتغل بنفسك. مده الكورس اسبوعين بس، يعني في اسبوعين 15 يوم تقدر تبقى بتبني لاول اسيت عندك ويجيب لك دخل، وتقدر بعد كده تبقى موجود في المجتمع اللي احنا فيه وتشارك فيه الاصل ده، وتبدا تعرضه على ناس وتبدا توري الناس انت ازاي قدرت تعمل كل ده. سعره اقل من خروجه سينما، والفكره انك تستثمر جزء صغير من مرتبك دلوقتي في عقلك، انك تعلم نفسك عشان يجيب لك اضعاف بعدين. رساله من قلبي ليك، انت مرتبك ده نعمه من ربنا بس مش كفايه. طول العمر اسال نفسك، هل هيفضل يكفيك ويامن مستقبلك، ولا لازم تبقى بتدور على طرق تانية تزود بيها دخلك؟ ابدا بخطوه صغيره من مرتبك كل شهر عشان تبني مشروع رقمي لنفسك. مشوار ال1000 ميل يبدا بكورس. افضل وقت تزرع فيه شجره كان من 5 سنين، وتاني افضل وقت هو دلوقتي. الدخل السلبي مش رفاهيه للاغنياء، هو وسيله اي شخص عادي يقدر يبني بيها حريه ماليه لنفسه. التكنولوجيا دلوقتي عامله فرص رهيبه بس محتاجه قرار منك. الاختيار عندك، يا اما تفضل مستني المرتب لاخر الشهر، يا اما تبدا النهارده وتزرع شجره في عقلك تطرح لك فلوس بعد سنه او 2. انا مصدق فيك وواثق انك هتاخد خطوه. ابدا النهارده، اتعلم، خد خطوه جديده، اعمل اي فيديو، المهم خد اكشن. استنى اشوفك وتحكي لي بعد فتره القرار اللي بناخده النهارده ازاي غير حياتك للاحسن. لو الفيديو ده عجبك اعمل لايك وشاركه مع حد انت حاسس ان هو محتاج يسمع الكلام ده، واكتب لي في التعليقات ايه اول خطوه هتبدا بيها ان شاء الله لمستقبلك. اشترك في القناه عشان يوصلك الفيديو اللي جاي الجديد اللي هتكلم فيه على ازاي تقدر تبقى بتدير فلوسك بشكل قوي.